السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم انتوا وحشتوني جدا جدا. عارفه ان انا طولت كتير، وفتره العيد دي كلها والله انا ما صورتش خالص. يعني كنت عايزه حابه كده اقضي اجازه كده مع عيلتي وكده، وكمان سافرت. فعايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا، واسفه جدا على التاخير. واتمنى يا رب كده يكون كان عيد سعيد عليكم وعلى العيلة وكل الناس اللي انتوا بتحبوهم، وتكونوا كده قضيتوا وقت حلو ولطيف. بس ان شاء الله النهاردة بقى جينا كده بفيديو جديد وروتين جديد كالعادة. اتمنى يا رب كده يكون فيديو كده كله طاقة ايجابية ليكم، وان شاء الله يعني ايه نتشجع كده كلنا مع بعض. انا عارفة ان احنا كلنا يعني بنحاول كده نظبط النوم ونظبط التوقيت تاني. بجد الموضوع صعب من بعد رمضان، بس يلا واحدة واحدة ان شاء الله كل حاجة ترجع زي ما هي. فقبل ما ابدا بقى الفيديو بتاع النهارده، اتمنى كده لو انت اول مره تشوفيني اتمنى كده تنوريني، وقبل ما تنوريني اتمنى كده تاخدي لفه في القناه. ولو عجبك المحتوى الفيديوهات اللي بنقدمها اتمنى كده تدعميني وتشرفيني وتكوني اختي من اخواتي. كمان عايزه اشكر كل متابعيني اللي معايا من اول ما بدات. عايزه اقول لكم بحبكم جدا، وشكرا جدا لدعمكم ليا. بجد ربنا يخليكوا ليا بجد. يعني انتوا ناس جميلة وعلى راسي. وبجد في ناس هنا كده معينة كلامها هو الطاقة الإيجابية والتحفيز والتشجيع في حد ذاته بالنسبة لي، وهم اللي بيخلوني كمان يعني أستمر إن أنا أصور وننزل فيديوهات. فتعالوا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب كده يبقى فيديو كده ملان كده ايه تحفيز وتشجيع بقى وطاقة إيجابية إن شاء الله بإذن الله. بداية كده يا بنات، أنا بحاول كده ايه قمت الصبح بدري، يعني بحاول خلاص بقى ان انا ارجع كده. عارفين رجعت ريما لعادتها القديمة. بحاول كده ان انا ارجع ان انا اصحى اقوم، يعني اقوم بدري من تاني. بجد هيفرق معايا جامد في الفترة الجاية ان انا اقوم. انا بجد كان في العيد ده يا بنات ما عملتش اي حاجة خالص في الشقة، وكنت سايبة كل حاجة. ما كنتش بعمل اي حاجة خالص، لحد الاكل كنت بطلبه من بره. انتوا متخيلين؟ فبجد رمضان كان يعني انا كنت تعبانه فيه. كنت قلت لكم الفيديوهين اللي انا نزلتهم ان انا كنت تعبانه وكده. فبصراحه خدت كده ايه استغلت العيد كده. بصوا انتخت بقى اخر انتخه. بس للاسف يعني زي ما انتم شايفين بقى التراب والدنيا. بصوا الدنيا بقى عايزه تظبيطه من تاني. لان انا كنت يوم الوقفه كنت ظبطت الشقه وكده وعملت يعني تنظيفه حلوه كده. بس والله ما صورتش لان كنت فعلا تعبانه. والتصوير انتوا عارفين التصوير لوحده بيبقى واخد مجهود وتعب. كمان كده اخر فيديوهين كده كنت نزلتهم، كان اليوتيوب يا بنات كل شويه يقول لي ايه ان المتابعين اللي بيشوفوك كل مره مش بيشوفوا، يعني مش مهتمين خالص بالفيديوهات اللي انت بتنزليها. فبجد كنت بزعل جدا، ويعني فقلت لا خلاص بقى انا كده كده اصلا يعني ايه تعبانه وكده. يعني قلت اريحكم مني شويه. كمان انا عارفه في ناس يعني ايه ما بيبقوش مهتمين قوي بحوار اللي هو الكحك والبسكوت والحاجات دي، لان انتوا كده كده في ناس كتير بتجيب من بره. بس يعني انا كعلا يعني فاتحه القناه اشارككم الروتين اليومي. فكان يعني من روتيني ان انا بصراحه يا بنات يعني مش هقول لكم من يوم اتجوزت لا، يعني بصراحه بقالي حوالي 4 سنين كده. لازم اعمل كل سنه انا اللي اعمل حاجتي في البيت. بجد بتفرق معايا نفسيا جامد، خاصه بقى لما ولادي بداوا يكبروا وكده ويفهموا. فبجد ببقى عايزه اعيشهم الجو الحلو اللي احنا كنا بنعيشه زمان مع اهالينا. ويعني كده كده احنا اساسا بعيد عن اهلنا اساسا. يعني انا بعيده جدا عن مامتي وعن كده يعني وعن اخواتي وكده في مكان تاني خالص. فبحاول بقى اعوض ولادي بحاجات معينه كده. بحاول ان انا افرحهم يعني. فتعالوا بينا بقى كده. بص وانا عماله اتكلم كده وبدخل في مواضيع كتير في بعض، مش عارفه يا بنات كأن اول مره والله العظيم كان اول مره كأني بصور واول مره كأني بسجل. فاعذروني بقى لو بتلخبط او كده. انا بصوا انا اول كده ما صحيت الصبح بدري زي ما قلت لكم صاحيه حوالي كده الساعه 7:30. طبعا قلت بقى ايه
يعني صليت طبعا وكده، وخدت كده الشقة فتحتها كده علشان اعمل تيار هوا كده في الشقة يجدد الهوا. طبعا ولادي نايمين وجوزي كان راح الشغل، وقلت بقى ايه، اقعد بقى شوية بتوع زمان وحشوني جدا يا بنات. عايزة اقول لكم يعني اللي متابعني من زمان عارفه انا بحب كده اقعد مع نفسي الصبح، بقوم بدري وبصلي وبقرا ورد وكده، وبفضل بقى قاعده بقى اعمل بقى نسكافيه، اعمل قهوه، افضل قاعده كده يا بنات. بصوا عايزه اقول لكم كنت يعني مفتقده التوقيت بتاع الصبح ده بطريقه صعبه في رمضان. لان الموضوع ده بيفرق معايا نفسيا كتير جدا. بحب اقعد كده الصبح مع نفسي، بظبط كده اموري وبظبط يومي، يعني بفكر في حاجات كتير، بنظم اللي انا هعمله في اليوم. وكمان بحب كده استجم، محدش بقى طلبات كده، الجو هادي، العصافير كده بتصوصو كده حواليكي. لا بيبقى بصراحة كنت مفتقدة الجو ده جدا. فاليوم ده بصراحة قمت بقى وايه وعملت كده كوباية القهوة بتاعتي، وقعدت بصوا، قعدت بقى اسمع كده بحب اسمع العصافير الصبح، وبحب اسمع المية اللي بتسقي الزرع تحت. بصوا ده، بصوا في حد ذاته يعني بالنسبة لي انا تغيير جو يا بنات والله العظيم. يعني بص كل ما هو بسيط انا بحبه. فالجو ده بحب كده اقعده الصبح. ببقى على فكرة ساعات ببقى عايزة انام جدا، بس لا بقول ايه، لا ده انا هقعد كده يعني واسمع حاجة انا بحب اسمعها، واشوف حاجة انا بحب اشوفها. لا بيفرق معايا. وانتوا كمان يا بنات والله حاولوا كده ان انتوا تقوموا كده الصبح بدري، تحاولوا بقى تنظموا الوقت، ويعني وترجعوا بقى لطبيعتكم. واللي بقى يعني اصل بصوا احنا كلنا كنا بنقوم متأخر جدا في رمضان، ما عادش ينفع بقى خلاص ان احنا نقوم في نفس التوقيت. نرجع بقى لمصالحنا، ونرجع بقى لعاداتنا القديمة الحلوة. مفيش أحلى من القيام بدري كده، بتنجزي كل مهامك الصبح كده، ومش بيبقى وراكي حاجة بقى بقية اليوم. يعني حاجات بسيطة بقى يعني اللي هتعمليها، فمش هيبقى في ضغط عليكي. يعني أهم حاجة ما تحسيش ان انت مضغوطة. انما اللي بيصحى متأخر ده بيبقى حاسس كده انه مش بينجز، وكل حاجة يعني ايه، يعني بتل حواليه يعني بتجري وراه في اليوم. زي ما انتوا شايفين كده انا بدأت عندي بالريسبشن، كان عندي الدنيا مليانة تراب وكده، فبدأت كده انضف كده تنظيف سريع. انا بس يا بنات كان التراب بس، علشان ما يعني ايدي مش ما كانتش يعني في الصالة كل يوم، كانت يعني في التراب اتجمع. يعني اللي هو الاجازة بتاعت العيد دي كلها من يوم الوقفة ما كنتش بقول لكم اعمل اي حاجة خالص، فالتراب بس. فبصراحة بدأت كده ان انا اشيل التراب ولمع الدنيا. فالحمد لله كده ايه الدنيا يعني لمعت معايا وبقت نظيفة. التراب بالنسبة لي هو انا لو شلت التراب من الحاجة خلاص الدنيا بقت بالنسبة لي نظيفة وزي الفل. هو مشكلة التراب بس يا بنات هو اللي بيبقى عاطلك كده الطاقة السلبية، ومخلي الدنيا اصلا يعني ايه مطربة كده، وبيبقى شكلها مش حلو. كمان الجو بدأ يحرر، والتراب من اكتر الحاجات يا بنات اللي بتبقى موجودة في البيت، بتخلي البيت حر جدا. يعني حتى لو بيتك حلو ومش بيجي عليه شمس او كده، بس في التراب لا التراب ده اكتر حاجة بتحرر البيت كده، وبتديكي كده ايه حرارة، تحسيه كده بيطلع حرارة. فانا الحمد لله كده كنت انجزت كده، شلت التراب كله من الصالة عندي قبل ما ادخل جوه. انا هنا كنت بس الغرفه الكبيره كانت عايزه تتغير برضو. انا كنت مغيره غرفه ولادي يعني قبلها بيوم، بس ما صورتش بصراحه. فقلت اصور معاكم كده الغرفه الكبيره. انا هنا يا بنات كنت شايله اصلا الفرشه خالص وسايباها متهويه من الصبح. كنت فتحتها يعني فتحتها مع الصاله، بس بصراحه ايه ما جبتهاش معاكم يعني. بس هي كانت متهويه فتهوت كويس قوي. عايزه بس اقول لكم نقطه. انا لما بخلص مثلا اللي هو تنظيف التراب ببدا ان انا اقفل على طول ورايا في المكان اللي انا بشيل منه التراب. يعني مثلا في الصاله اول ما خلصت السفره وخلصت اللي هي الحته اللي عند الانتريه ناحيه البلكونه كده،
قفلت على طول علشان خاطر يعني بسيب حاجة صغيرة، انما الشباك لازم اقفله. بيبقى بقى خلاص الناس بدأت تتحرك كتير في الشارع ويعني وبدأ التراب بقى ايه خلاص بقى بدأ الظهر بقى ويعني ايه والحر وكده، فبقوم مقفلة على طول. الدنيا بقى بتبقى تهوت وفي نفس الوقت يعني ايه ما يبقاش يدخل تراب كتير. هنا بقى يا بنات كنت خلصت السرير، غيرت فرشة السرير بتاعي كده. بس علشان بس الناس اللي داخله معايا جديده يقولوا لي انت فرشه ليه ملايتين فوق بعض، انا بس بفرش الملايه اللي هي تحت او بنسميها بياضه. بس علشان خاطر اللون بتاع المرتبه بيبقى غامق شويه. فلو حطيت الملاية البيضة عليه على طول مش بيبقى الشكل ظريف يعني، وبيبقى مش شكله حلو وبيبقى بهتان كده ومش حلو. فاما بحط كده اتنين فاتحين فوق بعض بتبقى اللون فاتح وجميل كده وموحد وبيبقى حلو يعني. بس كده، هي دي بس الفكرة. طبعا بقى جبت كده المية بالملمع ده وعملته. بص يا بنات ده اللي هو مكسيل، عايزه اقول لكم فظيع، اللي هو بتاع الارضيات على فكره، هو زي جنرال كده. فانا باخد منه يعني حبه صغيرين وبضيف عليهم كده ميه وببدا المع بيهم الحاجات وبيدي ريحه حلوه قوي. بصراحه عجبني جدا. هو الغرض بس من ماكسيل يا بنات انا بجيبه علشان خاطر هو بيدعم اللي هي المستشفى بتاع بهية. فبصراحة انا بحب فيه الحركة دي. اي حاجة بلاقي مكتوب عليها بهية دي بحب اجيبها. وبصراحة هو منتجاته حلوة يعني تدفعي فلوس وهتاخدي ثواب، وكمان منتج كويس يعني. عايزة اقول لكم المعطر بتاعه ده مش قادرة اقول لكم خطير، كنت جايباه في حاجة العيد. مش قادرة اقول لكم الريحة بتاعته بتثبت قد ايه، بتقعد باليومين. بجد بجد جربوه مش هتخسروا. كمان يعني مكتوب عليه ان هو بيدعم مستشفى بهية، ويا رب يشفي كل مريض يا رب. فدي بتبقى حاجة كويسة وحاجة حلوة، بتاخدي سوا كده وبتستفاد يعني بتفيدي وبتستفاد كمان. جبت المكنسة بقى، وبعد ما خلصت الغرفة انا بكنس، باخد الشقة كلها يا بنات اكنسها كلها مرة واحدة. يعني الكنس ده بسيبه في الاخر خالص. بكنس وبعد كده بقوم ايه اجيب المعطر بتاعي وبعطر كده زي ما انتوا شايفين. طبعا اللحظة اللي بنبقى كلنا بقى ايه اول ما بنبدأ ننظف حاجة مستنينا هي التعطير. التعطير ده يا بنات فعلا بيخلي الشقة في حتة تانية خالص. وبجد ماكسيل ده حلو قوي، جيبوه وجربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. بعد ما خلصت كده كان عندي اصلا كنت عامله مشغله دوره غساله وغسيل يعني، ورحت نشرت وشلت. كان عندي برضو هدوم منشوره كده، فجبتها وقلت اطبقها على طول بدل ما بركنها. لو جبت يا بنات يعني اي غسيل شلتيه من على المنشر، طبقيه على طول علشان خاطر ما تكسليش عليه بعد كده وتلاقي بقى ايه الغسيل ده يعني تراكم عليه كمان غسيل كده. لا احنا ايه يعني بنحاول ان احنا ننجز ونخلص اللي ورانا بدل ما الحاجات تتراكم ايه فوق بعض يعني. يعني انا الحمد لله بعمل كده على طول، اول ما بشيل غسيل لازم بطبقه فبخلص منه يعني ايه ده حاجة مريحاني جدا. وطبعا احنا كلنا يعني ربنا يا رب يدينا الصحة كلنا. احنا بس ايه انا عارفة ان احنا كلنا شطار الحمد لله وحضراتكم شطار وكل حاجة، بس بنبقى عايزين تحفيز. يعني الفيديو ده فعلا كنت يعني الفيديو ده اللي انتم متعرفوش يا بنات ان هو محفزني انا شخصيا، هو حفزني عشان اقوم انظف واصور. لان انتوا بجد كنتوا وحشتوني، فقلت لا انا هصور واقوم اعمل. لان بجد كان عندي حالة كسل جامدة. كلنا كده بتهيألي في اجازة العيد بيبقى عندنا خمول رهيب يعني ومش بنعمل اي حاجة خالص. فبجد بجد قلت لا انا سايبة اصلا القناة من زمان وانتوا كمان كنتوا وحشتوني جدا. فقلت كده ايه اخد منكم تحفيز واديكم تحفيز. فيا رب كده يعني يكون الفيديو كده فيه طاقة إيجابية ليكم، وإن شاء الله كلنا نشجع بعض يعني كلنا يعني بنساعد بعض في الأول وفي الآخر. طبعا كنت خلصت بقى الهدوم ووديتها الدولاب مكانها وكل حاجة. ودخلت بقى على المطبخ، كان في كده حبة كوبايات يعني من الفطار، كان طبعا ولادي صحوا وكده وفطرتهم. فقلت بقى اغسل بقى مرة واحدة الاطباق دي قبل ما ابدأ الغدا بتاع النهاردة بسيط. انا بصراحة يا بنات ما صورتوش معاكم، فكنت اعمل اللي هي المقدرة او المجدرة اللي هي بتبقى العدس بجبة دي.
فبتبقى حلوة قوي، وانا بصراحة دي اكلتي المفضلة. هي يعني ما بين الكشري والمصري بس هي طبعا من غير مكرونة بتبقى اخف، بحبها بقى عشان كده، عشان بصراحة بقى احنا خارجين بقى من رمضان وكده. فبحاول يعني قدر الامكان، لان انا من كتر الحلويات يعني وزني زاد شوية، فبحاول بقى ايه اظبط الدنيا برضو. يعني بصوا احنا خارجين من رمضان عايزين نظبط شوية حاجات يعني مش الصحيان بس، لا الوزن وحاجات تانية كتير. بس اهم حاجة اللي نخرج منه من رمضان اللي هي العبادة وقربنا من ربنا وشوية حاجات كده، لا دول بقى اللي لازم ان احنا يا بنات نحافظ عليهم جامد جدا. يعني اللي كان مش منتظم في صلاته ومنتظم في رمضان بقدر الامكان، خاصة اللي هي الايام اللي خلصت بعد اللي هي بعد رمضان على طول دي، لو انت اتكسلتي تاني او كسلتي عن الصلاة تاني او كده، بتلاقي نفسك خلاص هترجعي بقى لعادتك القديمة ان انت ما تبقيش منتظمة. انما لو مسكتي بقى الامر كده في ايدك وقلتي لا، هو رب رمضان هو رب بعد رمضان، ولازم انا يبقى عندي ارادة وافضل انتظم في صلاتي وفي مواعيدها، وبجد بجد يا بنات هيفرق معانا طبعا كلنا. فهي دي الحاجة الوحيدة اللي لازم ان احنا نحافظ عليها. انما بالنسبة بقى لتنظيم الوقت وتنظيم النوم وحاجات تانية كتير كده، لا دي بقى اللي هي ايه، دي اللي عايزة تتغير. لان بصراحة طبعا الوقت بيبقى في رمضان عشان بيبقى فيه سحور، بيبقى فيه صلاة القيام وصلاة الفجر والحاجات دي كلها، فبنضطر ان احنا نسهر وكده، فبنضطر نقوم متأخر. فده بس هي اللي ايه، النقطة اللي كنت عايزة اوضحها. خلصت بقى كده الاطباق والكوبايات، وغسلت كده الفوطه اللي كنت بشتغل بيها على طول، لان الفوطه دي يا بنات مش بستغنى عنها، عندي اتنين بس مش لاقيه زيها تاني، اللي هي الفوط الزرقاء دي تحفه قوي. دايما اغسلهم بعد ما بخلص وانشرهم كده في الشباك زي ما انتوا شايفين كده، بحب انشر انا كده في الشباك. الشمس عندي في الصيف في المطبخ جامده جدا، في الشتاء ولا هي هنا اساسا. سبحان الله العكس صحيح يعني. فبصراحة بتنشف الفوط بسرعة يعني، فدايما انشر هنا الفوط لما بغسلها. الحاجات بقى اللي هي كانت بتاعة رمضان دي، بقول رمضان الحاجات بتاعة العيد بقى، الحلويات والحاجات دي. يعني خلاص انتوا عارفين بعد العيد مش بتلاقوكوا يعني بتشدوا بقى للشوكولاتات والحاجات دي، خلاص زهقنا بقى انتوا فاهمين. فالحاجات دي كانت فايضة كده، فقلت بصراحة كده نظمهم وعينهم. عشان خاطر اللب والحاجات دي بتبقى تطرى وكده، فما بتحطوا في علبة بيفضلوا كده ايه، ان هم بيبقوا حامصين وكده. والشوكولاتة اللي فايضة برضو حطيتها بدل ما تبقى في الاكياس وكده، عشان بننظم يعني شوية. وده كان يوم البسيط يا بنات، اتمنى يكون عجبكم، وما تنسونوش بقى في اللايك، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.